فيلمنا كيبدا مع واحد الدري سميتو طوماس فاغلق راسو في واحد السانسور، وفاش وقف بيه السانسور وتحل شاف قدامو بزاف ديال الشباب، وفاش خرجوا من السانسور لقى راسو في واحد البلاصه غريبه ودايرين باش يحيطوا عالين وما كاينش ولا باب واحد اللي يقدر يخرج منه. شدوا دوك الشباب لاحوا في واحد البلاصه بحال الحبس. من بعد كيجي عنده واحد الشخص سميتو البي وكيسولو على اي معلومات شخصيه، ولكن طوماس ما كيكون متذكر والو على حياته ولا على حتى سميتو. وهنا البي كيطمئنوا باللي هاد فقدان الذاكره اللي عنده هو حاجه طبيعيه وطرا لكاع الشباب اللي كاينين هنايا، ومن هنا اليومين غادي يتذكر سميتو. واختار عليه باش يوريه البلاصه فين كاينين، وكيقول ليه باللي كلشي بحالك وما عارفينش علاش هما هنا وشكون جابهم، ولكن مع الوقت تاقلموا على الحياه في المكان. والسنسور اللي جيتي فيه كنسميوه الصندوق، كيجينا مره في الشهر فيه الماء والماكله وفيه شخص جديد، وديما اي شخص جديد كيكون نفس الحاله اللي انت فيها دابا. من بعد كيطلعوا لواحد البرج وكيشرح لي البي بلي كاينين ثلاثه القوانين في هذه البلاصه، هو انه كل واحد كيقوم بالدور ديالو وما ناديوش بعضياتنا حيت محتاجين الثقه بيناتنا، وثالث حاجه واهم حاجه ما تفوتش هذه الحيوطه لاي سبب كان. من بعد شاك كيوري طوماس بلا فين غيولي ينعس، وحتى هو كيحضر باش ما يتجاوزش هذه الحيوطه. وهنا طوماس كيشوف واحد جوج سميتهم بين ومينو كيشوفهم جايين من داخل دوك الحيوطه. وهنا طوماس كيسول تشاك اش كانوا كيديروا هادو هنا لداخل، فقال لي باللي هادو خدامين عدائين في المتاهه حيت هما اسرع وحدين فينا. فهنا طوماس كيقول لي اش من متاهه هذه كتهضروا عليها، فكيمشي ناحيه المتاهه وكيبغي يدخل ليها. وهنا جا غالي وكيلوحوا يبعدوا من مدخل المتاهه، وكيقول لي ممنوع شي واحد يقرب هنايا. لكن طوماس كيطلع عليه الدم وكيطلب منهم تفسير لهادشي اللي كيطرا وعلاش ممنوعه وشنو كاين فيها. شويه كيشوف باب متاهه كيتسد غير بوحدو، وكيقول ليه غالي بلي المره الجايه غادي يخليه يدخل الا بغى. فكيجي الليل وكيكون جالس هو ونيوت هو المسؤول على الغابه، بقى كيدي ويجي معاه في الهضره. وقال لي بلي النهار الاول كيكون صايم، وقال لي بلي داخل دوك الحيوطه كاينه متاهه كبيره وكتولي خطيره فاش كيتسدوا البيبان. هادشي علاش حتى واحد ما كيبقى داخل المتاهه فاش كيتسدوا البيبان، حيت كيكون مصيرو الموت. وكاينين شي ناس مخصصين لاستكشاف المتاهه وكنسميوهم بالعدائين، والرئيس ديالهم هو مينو، وخدمتهم هي يخرجوا كل نهار مجرد ما تحل البوابه وكيمشيو داخل المتاهه وكيقلبوا على شي مخرج. وثلاث سنين هما كيقلبوا وما لقاوش ولا باب او مخرج، وهذا الشيء حيت المتاهه كتغير كل ليله، وانهم خسروا بزاف ديال العدائين بسبب واحد الكائنات خطيره كتكون حره فاش كيتسدوا البوابه وسميتهم الغريف، دايرين بحال العناكب الكبيره. هادشي علاش فاش كتسد البوابه كتكون المتاهه خطيره. وهاد الكائنات اللي دايرين بحال العناكب هما اللي قتلوا بزاف ديال العدائين، ولكن حتى واحد عمرو شاف هاد الكائنات هادي. وهنا طوماس كيقول لي بغيت نكون واحد من العدائين، ولكن قبل ما يكمل هضرته كيختار عليه غالي باش يشارك معاه في اللعبه. وقوانين اللعبه هي انه يبقى وسط دائره واللي خرج منها كيتعتبر خسر. غالي كيبقى يضرب فيه حتى لواحد اللحظه تضرب في راسو. وهنا طوماس كيتذكر بلي سميتو هي طوماس وكيحتفلوا به الشباب. والصباح كيجي عنده البي كيفيقوا باش يكتب سميتو للحيط، وكتكون شي سميات مضروب عليهم وهذا كيعني انهم ماتوا. من بعد كيمشي طوماس باش يساعد نيوت في الزراعه، وكيسولوا على شي طريقه اللي تخليهم يتسلقوا الحيوطه، ولكن نيوت كيقول لي بلي متعذب راسك بالتفكير، راه مستحيل نخرجوا من هنا الا عن طريق المتاهه. وكيعطيه واحد السطيله باش يجمع السماد باش يغرسو. مشى طوماس باش يجمع السماد، والا كيتفاجئ بين العداء موراه كيكون شكله غريب وكيهجم عليه باش يقتلو، وكيقول ليه انت السبب. ولكن طوماس كيهرب منه وكيبقى يغوت باش يعاتقو. وهنا كيجي نيوت وكيضربو. وهنا كيكتشفوا بانه مصاب من دوك العناكب، فكيأمرهم البي باش يخرجوا من الغابه حيت ولا خطر عليهم. فمن بعد كيمشي غالي كيضرب على سميت بين. وفي الليل طوماس كيبدا يحلم بواحد المعمل وكيفيق مخلوع، وكيشوف البي غادي يدخل المتاهه رغم انه ماشي من العدائين، وكيفهموا نيوت باللي هو اكثر واحد عارف اش كيدير حيت هو اول واحد جا لهنايا. بقاو كيتسناو فيهم يجيو، ولكن لاحظوا انهم اول مره كيتعطلوا، فكيتجمعوا كاملين قدام البوابه وكيبقاو يتسناو فيهم. واحد شويه بدات البوابه كتسد، وهما يشوفوا البي انه مصاب وما قادرش يتمشى، وكيكون مينو هازو وهذا الشيء اللي خلاهم يتعطلوا. وكيكونوا الشباب كيشجعوا في مينو باش يخرج قبل ما تسد البوابه. وهنا طوماس كيتشجع وكيدخل باش يعاونهم، وكيكون البي عضوه دوك الكائنات. وهنا بداو كيفكروا كيفاش غادي يديروا تيتخباو من الغريف اللي هما العناكب، فكيحاولوا يخبيو البي في النباتات اللي كاينين على الحيط. وهنا مينو كيشوف العنكبوت قرب فكيخلي طوماس وكيهرب. وطوماس كيحاول يتخبى تحت الحيط وكيشوف باللي رجلين العنكبوت من الحديد.
فخلاها تمشات وربط الحبل. شويه يكشف واحد الماده على الكتف ديالو فيه كيكون العنكبوت فوق منه، فهرب منه وبدا كيتسلق في الحيوط حتى طيح العنكبوت وخبلو بين النباتات. وهنا تلاقى بمينو وقال له يلا نهربوا راه المتاهه بدات كتغير. ولكن توماس حاول يتعطل شويه باش يشوفوا العنكبوت باش يموت، وكينجح باش يخلي الحيط يتسد على العنكبوت وفعلا كتموت. واول ما كيتفتح البوابه كيكون تشاك كيتسناهم. شويه يشوفوهم جايين وجايبين معاهم البي وكيدير واحد الاجتماع، وكيكون غاري هو اللي كيهضر معاهم وكيطالب بمعاقبه توماس بسبب خرقه للقوانين. ولكن كلشي كيدافع عليه واولهم مينو. وقبل ما يكملوا هضرتهم كيسمعوا صوت داك الصندوق وكيتعجبوا من هاد القضيه حيت جا قبل وقته. مشاو كيجريو تجاهه والا كيلقاو بنت مغيبه وفي يدها ورقه مكتوب عليها بلي هي اخر واحد غيجي على عندهم. معها كتفيق كتقول توماس وكتعاود تغيب. من بعد كيقرر توماس بيرجع للمتاهه يمكن يلقى شي جديد في ديك العنكبوت اللي مات. كيمشي هو ومينو وشي دراري اخرين، فكيمشيو يدخلوا للمتاهه وكيمشيو ديريكت على العنكبوت وكيلقاو وسط منه واحد الجهاز مكتوب عليه رقم 7. كيديو معاهم الغابه ومينو كيلاحظ واحد الحاجه بلي الحروف اللي كاينين في الجهاز هي نفس الحروف اللي كتجي لهم في الماكله في داك الصندوق. وكيف العاده قال لي كيعارض هذا الشيء وقال لهم خاص توماس يتعاقب. وهنا نيوت كيقرر باش يحبسوا توماس في الحفره هاد الليله عقابا ليه حيت خرق القوانين، وقال باللي من غدا توماس غيكون عداء المتاهه. ومن بعد كيمشي مينو باش يوريه مقر العدائين والرسم المصغر للمتاهه، وكيقول لي باللي هادي عام وحنا عارفين باللي ما كاينش مخرج من المتاهه، ولكن اضطروا يخبيو على الشباب باش على الاقل يبقى عندهم واحد الامل بلي شي نهار يخرجوا باش ما يأسوش. وقبل ما يكملوا هضرتهم كيجي تشاك وكيقاطعهم كيقول لهم باللي البنت فاقت وما باغا تهضر مع حتى واحد. فجا توماس وقال لها انه باغي يهضر معاها، فكتوافق وكيطلع لعندها وكتقول لي بانها سميتها تيريزا وما عاقل على حتى حاجه اخرى. وكيشرح لها توماس بلي كل يوم طرا لهم نص البلان، وقال لها كذلك بانه كيشوفها في المنام. وكتقول لي تيريزا حتى هي حلمت به. شويه كتجبد واحد الماده من جيبها وحتى هي فيها نفس الحروف اللي كانت في ديك لاباراي اللي لقاو في العنكبوت. خدا منها الماده واعتقد بلي هاد الماده ممكن تعالج البي. وفي الصباح مشى هو ومينو داخل المتاهه كيتوصلوا للبوابه رقم 7 وكيتعجب مينو بانها مفتوحه ماشي في وقتها. وهنا توماس كيسمع لاباراي كيصدر منها واحد الصوت، فكيبقاو غادي متابعين داك الصوت ديال لاباراي وكيبدا كيوريهم في الطريق حتى تحل ليهم واحد الباب. شويه يبدا كيتسد عليهم وهما غادي يبداو يجريو قبل ما يحصلوا داخل المتاهه. وفاش خرجوا قالوا الدراري بلي لقينا واحد الباب جديد ويمكن هو اللي غادي يخرجنا من هاد المتاهه هادي. شويه غادي يفيقوا البي وغادي يقول لهم مستحيل نخرجوا من هنا حيت فاش كنت مريض شفت كل شيء. وهنا الدراري غادي يتصدموا. وصل الليل وكان اول مره غادي يبقاو المتاهه البيبان ديالها محلولين. هنا غادي يخرجوا العناكب وغيهجموا عليهم. شويه واحد العنكبوت غتشد شاك فغيجي البي وغادي يعتقوا منها، ولكن رجعت البي وغادا تقتلو. وقبل ما يموت قال توماس تهلا في الدراري، قال لي غادي يضرب توماس وغادي يقول لي هادشي كامل اللي طرا لينا بسببك نتايا، هادو اللي جايبيننا هنا هما اللي صيفطوك لينا باش تقتلنا. وهنا توماس حس بذنب كبير وغادي يبغي يعرف علاش هما هنايا، فغادي ياخذ واحد الرجل من ديك العنكبوت اللي قتلت البي وغادي يدقه في راسو باش يشوف شنو غادي يبان ليه بحال البي. في الصباح غادي يدقوا ليه البرا بحال البي وغادي يفيق. فغادي يقول لهم هادو اللي حابسيننا هنا كيختبروا فينا، وانا وتيريزا كنا خدامين معاهم وشديناكم وحطيناكم في المتاهه. وطلب منهم السماحه. نيوت قال لي ما يهمش داكشي اللي فات، المهم هو نتعاونوا ولقاو شي طريق اللي غيخلينا نخرجوا من هنايا. وهنا قالي غادي يقول لهم ربطوهم باش يجيو لهم العناكب ويقتلوهم ويرجع كل شيء كيف كان. وهنا شي وحدين غادي يتقلبوا على قالي وغادي يعاتقوا توماس. وهنا توماس قال لهم اللي بغى يخرج من هنا يجي معايا حيت حنا ما غنبقاوش كاسين هنا حياتنا كامله، وراه كاينه طريق للخروج خاصنا غير نزعموا. شي دراري اقتنعوا بهضرته ومشاو لعنده. وفاش دخلوا المتاهه خرجوا لهم العناكب وغادي يتحدوا وغادي نهجموا عليهم كاملين. وهنا غادي يمشي توماس وتيريزا حدا الباب وقدروا يحلوه. غادي ندخلوا غيلقاو راسهم في واحد البلاصه غريبه وقدامهم واحد الباب مكتوب عليه المخرج. فكيدخلوا لهذاك الباب والا كيلقاو بزاف ديال الناس ميته. وهنا توماس كيضغط على واحد الزر وكيخدم واحد الفيديو للدكتوره ايفا واللي كتقدم نفسها وكتقول بانها مديره في قسم حمايه العالم من الكوارث والاوبئه. والا كنتو كتسمعوا هذا التسجيل فبغيت نهنئكم حيت عرفتوا تخرجوا من الاختبار بسلام. وانا عارفاكم كتقولوا اننا ناس خايبين، ولكن الحقيقه هي ان الشمس درجه الحراره ديالها ارتفعت بزاف
والملايين ديال الناس ماتوا بسبب الحرائق والمجاعات اللي وقعت. والمشكل الأكبر هو أنه كاين واحد الفيروس كيدمر المخ وما عندوش علاج، ولكن مع الوقت اكتشفنا بأنه كاين بعض الناس تقدر تفلت من هذا الفيروس وما يأثرش فيهم. ولكن باش نعرفوا هاد الناس هادي نضطرينا نديروا اختبارات باش نقدروا ندرسوا مخهم مزيان، وكان من ضمن هاد الناس نتوما. ومن بعد انتحرت. شويه كيتحل واحد الباب قدامهم باش يخرجوا منه، وقبل ما يخرجوا بان قالي وهو معضوض وفي يديه فردي كيقول لهم حتى واحد ما غيخرج من هنايا، وكيوجه السلاح على توماس وكيقول ليه انت السبب. ضربه ولكن تعرض تشاك للضربه ومين وشير على قالب واحد الرمح، ولكن للاسف تشاك مات. شويه كيجيو واحد الوحدين بحال البوليس باش يعاتقوهم، وكيخرجوهم على واحد البلاصه بحال الصحراء وكيطلعوهم للهليكوبتر وكيشوفوا شكل المتاهه من الفوق. وكتكون الدكتوره ايفا مازال عايشه، وكاع داكشي اللي كانت كدير مجرد تمثيل باش يخليهم يشوفوا فيهم اكثر. وكانت دايره اجتماع مع العلماء وقالت لهم باللي هاد التجربه ديال المتاهه نجحات، ودابا غنبداو مرحله جديده ديال التجارب. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. الا عجبكم الفيلم ما تنساوناش من الدعم ديالكم وتسناونا في الجزء الثاني. تهلاو.